انظر جميل بايك، هذا لا يؤلم. كان بوتوس قيدا رومانيا ذو مكانة مهمة لدى القيصر، لكنه حاول بعد ذلك تنفيذ انقلاب ففشل واعتقل وحكم عليه بالإعدام. ووفقا للعادات الرومانية القديمة، كان الأمراء والقادة المقربين من القيصر يخيرون بين الإعدام أو إعطاء فرصة للانتحار، وقد أعطيت هذه الفرصة لبوتوس أيضا، فوضعوه في غرفة ووضعوا خنجرا بجانبه. أمه وأبوه وزوجته وأقاربه وأصدقائه كانوا خارج الغرفة ينتظرونه لينهي بوتوس حياته ويختار الموت بكرامة، لكن لم يكن يسمع سوى صوت خطواته. لم يكن لديه الجرأة على الانتحار. جميع أفراد عائلته كانوا يشعرون بالخزي والعار. كانت عائلته تخجل من الخيانة وتخشى من الانهيار أكثر من بوتوس نفسه. في نهاية المطاف لم تستطع زوجته أن تتحمل الخزي والعار أكثر. وسط صمت فتحت الباب وأخذت الخنجر من على الطاولة وطعنت خاصرتها. سالت الدماء على فستانها الأبيض. أخرجت الخنجر وأعطته لزوجها وقالت: انظر بوتوس، هذا لا يؤلم أبدا. واليوم نواجه العديد مثل هذه الأحداث، الهزيمة والخيانة، كي نقول لهم: انظروا، هذا لا يؤلم أبدا. جميل بايك هو أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني باكاكا، كما أنه من قدام أصدقاء وجلان المقربين، وهو اسم هام بالنسبة لباكاكا. لكن بعد عام 99 استحوذ بايك على الباكاكا بشكل تدريجي. انهارت الباكاكا في باكور كردستان. باتت جبال كردستان خاضعة لسيطرة الدولة التركية. انتهت الحرب التي بدأتها الباكاكا عام 84. خسرت جبال باكور كردستان جبلا تلو الآخر وطردت منها. انسحبوا من كوشجري، البحر الأسود، جبال أمانوس، جبل طوروس. لم يعد هناك مقاتلون جريلا في بوتان، جولاميرغ وغارزان. هزمت الباكاكا في باكور، والمسؤول عن هذه الانتكاسة المدوية وهذا الانهيار هو جميل بايك وقائد هذه الحرب مراد قريلان. طردت تركيا باكاكا من باكور كردستان. سلم الحزب حدود إقليم كردستان، تلك المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ الثمانينيات للأتراك. على سبيل المثال، انهزمت الباكاكا في لولان، تلك المنطقة التي لم يتمكن حتى صدام من احتلالها. وادي لولان الخاضع لسيطرة جميل بايك وحزبه لمدة 32 عاما أصبح الآن تحت سيطرة الدولة التركية. انهزم بايك في لولان. كذلك كان جميل بايك وحزبه يسيطران على وادي الزاب منذ عام 88. عام 97 أطلق جميل بايك زمام عمليات تصفية الحسابات داخل باكاكا هناك. قتل العشرات من الأشخاص مثل دلبر وبنفش. فلماذا لا يستطيع بايك العودة إلى زاب الآن؟ لقد طرد من زاب. عقد جميل بايك مؤتمره الرابع عام 90 والخامس عام 95 في حفطنين. والآن باتت الكهوف التي كانت مقر عقد المؤتمرين في حفطنين تحت سيطرة الأتراك المحتلين. كما تم طرد جميل بايك وحزبه من حفطنين أيضا. عندما كان جميل بايك الرئيس المشارك لكجكا، حكم على شباب الكرد بالموت وفق تعليماته عمدا في حرب عبثية سميت بحرب الخنادق. تم تدمير 11 مدينة. تم حرق الجرحى من شباب الكرد تحت الأقبية وفي الأنفاق. بينما قال بايك وبسهوزات: إذا خرجتم من المدن فهذا استسلام. تركوا هؤلاء الشباب يعدون أيامهم الأخيرة أمام دوامة الموت المحتوم. انهارت استراتيجية الباكاكا القائمة على حرب الشعب طويلة الأمد وحرب الجريلا، كما انهارت استراتيجية الدفاع المشروع. لم تنهار مرة واحدة فقط، بل مرتان. ظلت الباكاكا تفرض نفس الدمار والانهيار على الشعب الكردي طيلة 45 عاما الماضية. كانوا يعلمون أن هؤلاء الشباب سيقتلون، لكن رغم هذا وجهوهم نحو العدو الوحشي. هذا ليس انهيارا ودمارا فحسب، بل هو خيانة أيضا في نفس الوقت. مع هذا لا يشعر جميل بايك بالخجل والعار. لا يزال يحاول إطالة عمره. وفي الوقت الراهن بدأ يقول: الحزب الديمقراطي الكردستاني خائن، بارزاني خائن وعميل. عذرا بايك، فأنت مهزوم وغارق في مستنقع الخيانة. لم تشاهد عملية أو نشاطا طيلة حياتك. لم تطلق رصاصة واحدة في جبال كردستان سوى الرصاصات التي أفرغتموها في رؤوس العشرات من شباب الكرد، أمثال محمد شنر وناصر، فاروق بوزغور وجولان، فليسي أرجليكايا وأعدامهم.
ظل أطفال الكرد يحملون مقعد مرحاضك على ظهورهم لسنوات. قرب جميل بايك من إكمال 70 عاما من عمره. سفكت دماء شباب الكرد بل جفت دماؤهم على يديك من كثرة هزائمك وانتكاساتك، وما زلنا ننتظر كي يأخذ بايك الخنجر ويطعن نفسه بها، لكنه لا يزال يسرق حياة الإنسان ويحاول إطالة عمره. يبدو أن هزيمة بايك في باكور لا تكفيه، ليحاول هذه المرة أن يطيل عمره على حساب سرقة حياة الشباب الذين حشرهم في الأنفاق والدهاليز في غارة والزاب. جميل بايك سلم هذه المرة زمامه للدولة الإيرانية من أجل استمرارية الفرص الأمنية التي منحتها له هذه الدولة في السليمانية. تجند ميليشيات الحاج شعب الشباب الكرد تحت رايتهم وعلم العراق في كل من شنغال وكركوك. يتحرك شباب الكرد وفق قيادة إيرانية. جميل بايك يعادي الكرد من أجل إطالة أمده. عندما يرى أربيل يتذكر هزائمه وانتكاساته يفقد صوابه، لذا يعمل جاهدا مع أعداء الكرد لتدمير هذا الإنجاز الذهبي للكرد أي أربيل. يجند شباب الكرد في جبهات العرب. بايك ذو 70 عاما غارق في مستنقع الخيانة من أغماص قدميه حتى مفرق رأسه، ولكي يطيل عمره هذه المرة وجد سبيله في عداء الكرد. لا يخجل أبدا، يصرح قائلا: سوف نهاجم الديمقراطي الكردستاني. جميل بايك أنت قائد مهزوم، ذلك القائد المهزوم الذي يقدم مستقبل الكرد للعراق وإيران ودمشق من أجل التغطية على إخفاقاته وهزائمه. كفى، فأنت غارق في الخيانة. أيا ترى ماذا نفعل ونصنع كي نوقف هذا الظلام الذي فرضته أنت وحزبك على الكرد؟ هل نقوم ونطعن أنفسنا بخنجر ونقول لك: انظر جميل بايك، هذا لا يؤلم أبدا؟